بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي حصاد الاسبوع دوت. ما كنت المفروض ان انا هاخد الاسبوع من اوله كده، من اول دوري الابطال، وبعد كده هنخش على ماتشات الاهلي والزمالك الاولانيه وماتشات الاهلي والزمالك الثانيه. بس انا معلش، انا لسه مخلص اصلا ماتش الاهلي دلوقتي، فحابب ان انا اتكلم على طول في ماتش الاهلي. تستمر الحاله الغريبه اللي موجوده في الاهلي، لسه موجوده. بصراحه مش عارف من ايه دوت، خلاص يعني بدات فعلا ما اعرفش، بس انا حاسس ان هي الموضوع فيه يعني لعيبه اكتر منه، سواء اداره. برضو تشتت اللي موجود الاداري، خطيب مكمل مش مكمل. طب ايه اللي هيحصل في شهر 10 في الانتخابات؟ ممكن يكون ده مؤثر على اللعيبه. مشكلة ان انت عندك ماتش زمالك يوم الاثنين الجاي. مش عارف بصراحه يعني ايه اللي هيحصل فيه. مش عارف، انا عايز بس هتكلم بقى في شويه حاجات. انت كعماد النحاس، سيراميكا بالنسبه لك اصعب؟ يعني انا في حد حبيبي قوي قال لي الجمله دي: سيراميكا بالنسبه لك اصعب ولا حرس الحدود؟ وهي جاي بتلعب سيراميكا بتفندر واحد، وجاي بتلعب حرس الحدود باتنين ديفندرات. مش عارف، الموضوع غريب عليا شويه، بس المهم يعني. انت هقول ان انت بتحضر لماتش الزمالك. طب انت دلوقتي مش شخص مأمن نفسك في النقط قوي عشان خاطر تيجي تقول انا اصل انا هحضر لماتش الزمالك. يا عم برضو نفس الواحد حبيبي ده قال لي: اخسر ماتشين الزمالك بس خد الدوري. يعني احنا من امتى يا جماعه بنركز في التفاهات دي؟ طبعا ماتش الزمالك ماتش مهم، بس لما يجي هيخيروك ما بين تكسب الزمالك ولا تاخد الدوري، احنا عقليتنا عارفين ان احنا بنقول لا، ناخد الدوري. فلا، انت لازم تلم نقط. انت عمال بنضيع نقط من اول الموسم، بيك او من غيرك بنضيع نقط من اول الموسم في اي نقطه احنا في عرضها. وايه التشكيل اللي انت بادئ بيه دوت؟ مش عارف الصراحه. ماشي اوكي، انا برضو هبتديها كده من ورا. شوبير. بصراحه في لبعض اللعيبه كده، وبالذات حراس المرمى، هي كميتها بتيجي مع مدرب معين. انا شايف ان شوبير من بعد ميشيل يانكون مفيش. بصراحه من بعد ما ميشيل يانكون مشي، شوبير وحش قوي. مستواه مهزوز. فانا شايف طالما في وسط الهزه ديت لازم الشناوي يلعب. ليه؟ على الاقل في حته خبره، في مش عارف والله، حتى الشناوي زي الزفت، بس ما اعرفش. لو هتخيرني دلوقتي ما بين الشناوي وشوبير هقول لك الشناوي. ومع ماتشات الكاس لازم 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 يجي جون تالت يخش عشان تهيئه، طالما الاتنين تعبانين. خش على الدفاع. ياسر ابراهيم بصراحه الله ينور عليه، عاجبني جدا. بص انا برضو وانا بتكلم هحاول ان انا هعمل حاجه جديده المره دي، ان انا هدي تقييمات للعيبه. يمكن الموضوع ده في ناس كتير بتعمله، بس ممكن الناس بتعملها فاني شويه. اشارهم حتى اسلام مهدي يعني. بس انا هكون بصراحه بدي يعني تقييمات بس بجد شويه. شوبير النهارده 3 من 10. هعطيله التلاتة ليه مش صفر؟ عشان في كورتين كده ورا بعض شالهم، كان منهم الانفراد. هنخش على الدفاع. العيش 3 من 10 برضه. مش عارف، برضه مش مقتنع بالعيش. في بعض الاسامي كده انا مش مقتنع بيها ان هي ممكن تكمل في النادي الاهلي، منهم بصراحه العيش. هنخش على ياسين مرعي. 2 من 10. قبل ما يتصاب ياسين مرعي بصراحه كان عامل اداء كويس قوي، بس من بعد ما رجع من الاصابه مش عارف، النهارده يمكن اول ماتش ليه بعد الاصابه، لسه مستواه مهزوز شويه. وانا هعطيله الاثنين دول عشان البلانتي اللي جابها كمان. بس انا وجهه نظري، عايز تستفيد اقصى استفاده من ياسين مرعي، دخله باك شمال. جرب ياسين مرعي باك شمال، اعتقد ان هو هيفرق. ياسر ابراهيم 10 من 10. بصراحه ارجل لعيب عندك في الملعب بقالنا فتره طويله قوي. ياسر ابراهيم بيفرق معانا قوي في الدفاع. هنخش على محمد هاني. 0. من اسوأ ماتشات محمد هاني السنه دي هو الماتش ده. محمد هاني على فكره كان بادئ الموسم كويس قوي، وكان بيعرض كويس، وكان عامل شغل كويس من اول الموسم. النهارده من اسوأ ماتشاته. ديانج. هو انتوا خدتوا في السعوديه ديانج، رجعتوا لنا ديانج تاني؟ كان من اشهر لقطات ديانج المعروفه عنه ان هو الاختراق اللي بيخترقه بسرعته. ديانج ما بيعملش حاجه النهارده غير ان هو، ومش النهارده بس على فكره، بقاله فتره، اول ما تجيله كوره باص من قبل ما تنزل. على فكره دي حاجه كويسه. طبعا انت من قبل ما ينزل الكوره على رجلك انت عارف هتعمل ايه، اللي هو القرار. بس ديانج ما بيصبرش على الكوره. اول ما بتيجي باص لحد، باص لحد يا حبيبي، اتقل على الكوره كده. عايزين نشوف اختراقاتك، عايزين نشوفك، عايزين نعمل شغل يعني، ان انت نشوفك داخل في وسط الملعب. فانا شايف ديانج برضو لما بيشوف مروان عطيه بيتوتر قوي. فديانج اديله 5. مروان عطيه 10 من 10. اللعيب ده يا جماعه من اهم لعيبه نص الملعب في مصر، يعني ما كانش اهم لعيب نص ملعب في مصر دلوقتي هو مروان عطيه الصراحه. لعيب عالي جدا جدا جدا، وبيتقل على الكوره وبيهدى على الكوره، بيقطع كويس بصراحه، يعني ديفندر متكامل. تريزيجيه النهارده برضو بصراحه عامل شغل عالي، فهديله 8 من 10 برضو. الجون
ويعتبر الهدف التاني اسيست ليه، الكره اللي اداها لشريف اللي مش هتكلم عنها او هتكلم عنها في وقتها يعني. هنيجي قدام حسين الشحات مش هقيمه، طاهر محمد طاهر مش هقيمه. ليه؟ عشان انا دول مش شايفهم في الاهلي اصلا. انا الاثنين لعيبه دول مش شايفهم من الاهلي، وضم لهم كده من بره قفشه. انا الناس دي مش شايفها في الاهلي بصراحه، فلا لا دول بره التقييم خالص يعني. جراديشار على فكره كان كويس والله، يعني هديله 6/10. يمكن جراديشار مش فرهود شبه وسام بيقعد يجري 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 يجري، لا لا لا، جراديشار بيخلص، فهديله 6/10 عشان الجون بس، عشان ان هو مش كانش افكتيف قوي، فعشان كده هياخد 6 بس. في التغييرات، التغييرات بتاعه عماد النحاس، الولد احمد رضا كويس جدا بصراحه ولعيب، انا شايف دايما ان هو بديل كويس قوي وهينفعك كتير. بن شرقي في علامات استفهام، واعتقد ان دي السنه الاخيره لبن شرقي ان ما كانش في يناير في الاهلي. مين تاني نزل في التغييرات؟ احمد عبد القادر. احمد عبد القادر ده انا بحطه في مصاف اللعيبه اللي زي صالح جمعه كده، اللي عنده موهبه تخليه احسن لعيب في مصر بس هو مش مستغلها، فهي عقليات يعني مش عارف. التغييرات كمان اللي نزلت محمد شريف ده برضو بره التقييم مع اصحابه اللي انا برضو مش شايفهم في الاهلي. عمر كمال، انا عايز حد كده يجيب عمر كمال يقعد معاه يقول له انت ايه سبب التغير الغريب اللي حصل لك؟ في حاجه غريبه كده حصلت لعمر كمال، مش قادر يجري، مش قادر يلعب الباص صح، مش في حاجه غريبه. عمر كمال من اللعيبه اللي انا كنت بقول انا زعلان ان هو جالنا وهو عنده 30 سنه، بس انا دلوقتي مش شايفه، مش عارف. فاتمنى كده في حاجه حد يقعد كده مع عمر كمال يفهم بس ايه اللي بيحصل، عشان احنا مهملين اللعيب دوت وهو مهمل في نفسه، واحنا كجمهور مش شايفينه برضه. في حاجات كتير كده مع عمر كمال مش حاصله. كل اللي انا عايز اقوله ان انت عندك الماتش الجاي ماتش الزمالك. الماتش ده لو حصل وان الاهلي كسبه هيحصل لسببين. هيبقى استهتار من لعيبه الزمالك ان هي شايفه ان هي نازله تلعب الاهلي والاهلي واقع خالص. السبب التاني هيبقى لعيبه، ان اللعيبه تسخن بقى تسترجل تلعب كويس، فمش عارف، حاسس ان هو فنيا انت كعماد النحاس مش هتعرف تكسب الماتش ده. بس الحاجات الفرديه وان ممكن لعيبه الزمالك تساعدك على كده، مع ان انا عارف ان لعيبه الزمالك كمان الموسم ده بالذات بتلعب الماتشات الكبيره كويس، فهيبقى ماتش صعب ومش عارف بصراحه اتوقع نتيجته.